شاهد ماذا قال غوارديولا عن فوز رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنتم من محبين ابن الجزائر محرز، لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة. الآن هيا بنا إلى التفاصيل. خرج غوارديولا بتصريح مثير بعد تتويج رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وليفربول، والتي فاز بها فريق السيتي بأربعة أهداف لهدف واحد. وقال غوارديولا: كانت مجرد حصة تدريبية استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال. الجميع قدم أداء ومستوى رائع، كذلك رياض محرز ساهم بشكل كبير في هذا الانتصار رغم غيابه عن التسجيل، لكن ليس في درجة أن يفوز بجائزة أفضل لاعب بالمباراة، لأن هناك لاعبين يستحقونها أكثر من محرز مثل جريليتش ودي بروين. لكن في الأخير ليس نحن من نقرر، المهم أننا انتصرنا. هذه هي بداية حصاد الألقاب هذا الموسم، والهدف الكبير واضح، هو دوري أبطال أوروبا.